لو سألت الناس عن أشهر سفينة في التاريخ وأكتر سفينة غامضة، كله هيقولك تايتانيك، وده فعلا صح. بس في سفن تانية قصصها أغرب وأكتر غموض. يمكن أشهرهم هي السفينة ماري سيليست. السفينة دي مليانة غموض واتحكى عنها أساطير كتير لدرجة إنها بقت تعتبر أشهر لغز بحري في التاريخ. والسفينة دي عثروا عليها سنة 1872 وهي تايهة في نص المحيط الأطلنطي، وما كانش فيه أي أثر للطاقم اللي كان عليها. ومن ساعتها الناس حطت نظريات كتير للي حصل لركابها، لكن لحد النهاردة محدش عرف الحقيقة. عشان كده في الفيديو ده هحكي لكم قصة سفينة الأشباح ماري سيليست. السفينة ماري سيليست كانت سفينة شراعية اتبنت سنة 1861. في الأول كان اسمها أمازون، وكانت متصممة عشان تنقل البضائع وتسافر لمسافات طويلة، واتباعت كذا مرة واتعمل فيها إصلاحات كبيرة. ورغم إنها مرت بحوادث كتيرة إلا إنها بعد الترميمات دي الناس كانت شايفاها صالحة للإبحار، وفضلوا يستخدموها قبل ما تبقى متخصصة في نقل البضائع عبر المحيط الأطلنطي بكتير. وفي سنة 1868 اتباعت لناس أمريكان وعملوا فيها تجديد كامل وغيروا حاجات كتير فيها حتى الاسم نفسه، وبقى اسمها ماري سيليست سنة 1869. وفي يوم 7 نوفمبر سنة 1872 بدأت أول رحلة ليها بالاسم الجديد، واللي كانت بداية حكايتها المشؤومة. السفينة كانت تحت قيادة القبطان بنيامين بريجز، وده كان بحار شاطر جدا وعنده خبرة كبيرة. ومش بس كده، كان راجل متدين جدا ومعروف بالحذر الشديد في البحر. وفي الرحلة دي كان معاه مراته سارة وبنته الصغيرة صوفيا اللي كانت تبلغ من العمر سنتين، ده غير الطاقم اللي كان مكون من 7 رجال. السفينة أبحرت من ميناء نيويورك وكانت رايحة جنوة في إيطاليا، وكانت شايلة شحنة مكونة من 1701 برميل كحول صناعي. الرحلة دي كانت مفروض تمشي تمام ومن غير أي مشاكل، وكل حاجة كان متخطط لها كويس. الجو كان صافي والسفينة حالتها كانت زي الفل، والطاقم كان كله جاهز وصحته كويسة. لكن اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. في نص الطريق حصل حاجة محدش عرفها لحد النهاردة. السفينة ماري سيليست اختفت تماما ومن غير ما تسيب وراها أي أثر. وفي يوم 5 ديسمبر سنة 1872، يعني بعد أقل من شهر من إبحار ماري سيليست، كان في سفينة تانية اسمها دي جراتيا كانت ماشية من نفس الطريق اللي كانت ماشية فيه ماري سيليست، وبالصدفة قدروا انهم يعثروا على السفينة. وكانت السفينة دي بقيادة الكابتن ديفيد مورهاوس. لقوها على بعد 400 ميل شرق جزر الازور، ودي مجموعة جزر كده في نص المحيط الاطلنطي. الكابتن مورهاوس والطاقم اللي معاه اول ما شافوا السفينة اتصدموا. السفينة كانت بتنجرف في البحر لوحدها وبتتحرك بطريقة غريبة كأن مفيش حد سايقها، لكن الكابتن مورهاوس عرفها على طول وقال دي سفينة ماري سيليست، وكان عنده علم انها سابت نيويورك من اسابيع قليلة وكانت متجهة لايطاليا. بس منظر السفينة كان مرعب. السفينة كان شكلها مهجور تماما. الكابتن مورهاوس حس ان في حاجة غلط، فراح امر الطاقم اللي معاه انهم يطلعوا فوق السفينة ويحققوا ويشوفوا ايه اللي حصل. واول ما الطاقم طلع فوق السفينة اتصدموا من المنظر. السفينة كان باين عليها كأنها سافرت عبر الزمن، شكلها كان مخيف ومرعب. لكن الغريب ان الاشرعة بتاعتها كانت لسه متثبتة جزئيا، وعنبر الشحن كان سليم ومفيش اي اثر لخناق او كسر او حتى تصادم. السفينة نفسها كانت صالحة للابحار وكانت مليانة مؤن تكفل 6 شهور قدام. كل حاجة كانت في مكانها، الاكل، المية، وحاجات الطاقم الشخصية، والفلوس والذهب وادوات الملاحة وخرائط الكابتن بريجز. كل حاجة كانت موجودة زي ما هي، حتى حمولة الكحول الصناعي اللي كانت شايلاها السفينة زي ما هي وما نقصتش برميل واحد. بس الصدمة الحقيقية ان ما كانش فيه اي اثر للكابتن بريجز ولا لمراته ولا بنته ولا حتى الطاقم اللي معاه، ولا كان فيه كسر ولا دم ولا اي علامة تدل ان في جريمة حصلت، كأن الناس اللي عليها اتبخروا في الهواء. لكن اللي لاحظوه بس ان قارب النجاة ما كانش موجود. ولما المؤرخين بدأوا يدوروا في تاريخ السفينة اكتشفوا حاجات غريبة. السفينة دي كانت دايما بتحصل فيها مصايب، حوادث تصادم مع سفن تانية وحرائق ملهاش تفسير، وكل ده خلى الناس تبدأ تقول ان السفينة دي ملعونة. وفي اول رحلة للسفينة دي بعد ما اتبنت القائد بتاعها مرض ومات، وبعدها مع مرور السنين الحوادث كترت، تصادمات وتلف كبير في جسم السفينة، وحتى في مرة اشتعل فيها حريق ضخم ومحدش عرف سببه. وبعد ما عثروا على ماري سيليست وهي تايهة في البحر، تم سحبها على جبل طارق اللي كانوا مازال تحت الحكم البريطاني، وهناك بدأت تحقيقات رسمية عشان يعرفوا ايه اللي حصل للطاقم اللي اختفى بشكل غريب. والسلطات البريطانية كلفت لجنة مخصوص عشان تكشف الحقيقة، وفعلا فحصوا كل جزء في السفينة بأدق التفاصيل. لكن المفاجأة انهم ما لقوش اي دليل على كارثة او هجوم او حتى سرقة، والحمولة اللي كانت شايلها السفينة كانت سليمة 100%. ومع كل ده التحقيق خلى الناس تسأل اكتر ما تجاوب. في الاول بسبب غرابة الموقف والطريقة اللي اتلاقت بيها السفينة، الشكوك راحت ناحية الكابتن مورهاوس والطاقم اللي معاه. التحقيق قال ممكن هم اللي يكونوا قتلوا طاقم السفينة، لان وقتها كان في قانون بيدي مكافأة لاي حد يعثر على سفينة مفقودة. فقالوا ممكن الكابتن مورهاوس يكون دبر الحكاية دي عشان ياخد الجايزة. بس بعد تحقيق طويل ومكثف ما لقوش اي دليل يثبت الكلام ده. وفي الاخر وطبقا للقانون، طاقم سفينة دي جراتيا اللي عثر على سفينة مورهاوس اخدوا الجايزة المالية لانقاذ السفينة. لكن الاسئلة الكبيرة فضلت من غير اجابة. ايه اللي خلى طاقم سفينة ماري سيليست يسيبوا السفينة ويختفوا؟ وايه اللي ممكن يكون حصل لهم في نص المحيط؟ من اول لحظة اتلاقت فيها سفينة ماري سيليست مهجورة، ابتدت الناس تسأل وتخمن، وبقى كل واحد
واحد يقول نظريه شك. بقت ماري سيليست حديث الناس في كل حته، في المطاعم وعند الحلاقين وحتى في الجلسات العاديه. الكل كان عايز يعرف ايه اللي حصل للسفينه دي. اما بقى بالنسبه للعلماء والمحققين والمؤرخين، فاللغز ده حيرهم لاكتر من 100 سنه، واتقالت نظريات ملهاش عدد، منها اللي ممكن تصدقه بالعقل، ومنها اللي كان شكله خيالي او فيلم رعب او خرافه. اول نظريه طلعت عن ماري سيليست كانت انها وقعت ضحيه هجوم قراصنه، او ان الطاقم نفسه تمرد عليها. وساعتها كانت النظريه دي منطقيه جدا، لان في الوقت ده كانت القرصنه منتشره جدا في المحيط الاطلنطي، والسفينه كانت شايله شحنه غاليه جدا من الكحول الصناعي. وغير كده الطاقم كان معاهم فلوس ومجوهرات وحاجات ثمينه ممكن تغرق اي قراصنه. بس لما بداوا يحققوا كل حاجه اتغيرت، مفيش اي دليل على اي عنف او خناقه حصلت، ولا حتى نقطه دم واحده في السفينه، والحموله كلها كانت موجوده وسليمه، وحتى الذهب والفلوس والمجوهرات محدش لمسها، لان ببساطه مفيش اي قراصنه في العالم يشوفوا الغنائم دي كلها ويسيبوها ويمشوا. وده خلى النظريه دي تنهار تماما. وبسبب الظروف الغريبه اللي لقوا بيها السفينه، كان طبيعي جدا ان الناس تطلع نظريات خرافيه. يعني باختصار، الناس لما ما تعرفش تفسر حاجه بتلجأ دايما للغيب والخرافات، وده مش عند شعب واحد، ده عند كل الناس في كل مكان. دايما بنحب نعلق المجهول على حاجه غامضه او فوق الطبيعه، وعلشان كده طلعت افكار ونظريات غريبه بتحاول تفسر اللي حصل. زي مثلا ان السفينه هاجمها وحش عملاق في اواخر القرن ال19. كانت قصص وحوش البحر لسه منتشره جدا، وكان البحاره نفسهم هم اللي كانوا بينشروا الحكايات دي بين الناس، لدرجه ان الناس بدات تصدق ان فعلا في مخلوقات عملاقه بتطلع من البحر. وفي وسط الكلام ده في ناس قالت ان طاقم سفينه ماري سيليست اتهاجم من وحش عملاق. لكن طبعا النظريه دي اقرب للخيال منها للواقع، لان ببساطه مفيش اي دليل يثبت ان حصل هجوم، ولا حتى خدش واحد في جسم السفينه يدل ان في حاجه لمستها اصلا. وبعد ما فشلت نظريه وحش البحر، الناس طلعت بنظريه تانية اكتر جنان. الناس قالت ممكن السفينه تكون دخلت في مثلث برمودا، لكن الحقيقه ان ماري سيليست ما كانتش بتبحر اصلا في منطقه المثلث، لكن اللي حصل ليها اتقارن بحالات اختفاء حصلت هناك. وفي ناس من محبي نظريه المؤامره قالوا ان السفينه عدت من بوابه زمنيه او دخلت في منطقه فيها قوه خارقه للطبيعه. بس السؤال المنطقي هنا، لو فعلا دخلت في بوابه زمنيه، ازاي الطاقم اختفى والسفينه لسه موجوده زي ما هي؟ في نظريه تانية بتقول ان في كائنات فضائيه هم اللي خطفوا طاقم السفينه وسابت السفينه كده في البحر مهجوره عشان تبقى لغز ابدي. لكن بقى النظريه اللي كانت اكتر منطقيه، بيقولوا ان الكابتن بريجز والطاقم اللي معاه شموا ريحه غريبه طالعه من عنبر الشحن، كانت ريحه كحول قويه كأن حاجه بتغلي جوه السفينه. فقالوا ممكن في اللحظه دي الخوف مسكهم، فقرروا يسيبوا السفينه بسرعه وينزلوا في قارب النجاه قبل ما كل حاجه تولع بيهم في ثانيه. والدلائل فعلا كانت بتشير لكده. فتحات السفينه كانت مفتوحه، وده غالبا كانت محاوله ليهم انهم يهووا المكان عشان الابخره دي تتبدد. وكمان قارب النجاه اختفى، وده معناه انهم فعلا غدروها بايديهم. ورغم ان النظريه دي كانت مقنعه، برضه كان فيها حاجات مش راكبه. لو الطاقم كان ساب السفينه مؤقتا لحد ما الابخره تهدى، ليه ما رجعوش بعدها؟ ليه اختفوا كلهم كأن البحر بلعهم؟ لا في جثث ولا حطام ولا اثر لقارب النجاه، ولا حتى كان في اشاره استغاثه. زي ما سفينه تايتانيك كانت رمز للمأساة، سفينه ماري سيليست كانت رمز للغموض. قرن ونص عدى ومحدش قدر يفسر اللي حصل ليها بتفسير منطقي. يمكن ده السبب اللي مخليها لغايه النهارده واحده من اعظم الالغاز اللي البحر خباها في اعماقه. في النهايه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك، وقولوا لنا في الكومنتات لو عايزين قصص غامضه زي دي. سلام.